السلام عليكم. تعتبر البانوهات من أقدم وأحدث الديكورات في نفس الوقت. ديكور كان من الديكورات القديمة واليومين دول طالع ترند وديكور جميل جدا جدا. ايه رأيكم لو عملنا البانوهات دي النهاردة بطريقة مختلفة؟ يلا نشوف. دي يا جماعة المساحة اللي احنا هنعمل عليها الديكور بتاعنا، فاحنا عايزين البانو بتاعنا العرض بتاعه متر، فهنبدأ نطلع المتر من المساحة الكاملة بتاعتنا. فهنخصم من هنا بالظبط كده 56 سنتي، ومن الناحية التانية نفس الحكاية 56 سنتي. هتطلع معانا المساحة اللي بين العلمين دول متر بالظبط. وهنبدأ من فوق ناخد مساحة 25 سنتي كده على الخط اللي احنا عملناه. بعد كده يا جماعه هناخد قطعه كرتون 25 سم في 25 سم مربع. طيب ممكن الخطوه دي تستخدم فيها العلامه اللي احنا علمنا بيه في الاول، ولكن الكرتونه دي اسهل يعني واسرع، هتكون اسرع من العلام وهتطلع معاك الشكل مربع. لان لو خدت مثلا من العلام علام كده وعلام كده تبدا الاشكال تطلع معاك بشكل يعني متوازن، مستطيلات مش مربع، واحنا عايزين الشكل بتاعنا يكون مربع. نوصل كده الشكل تقريبا وهنبدا نرسم المربع بتاعنا بالقلم الرصاص بالشكل ده. تمام. وهنبدا بالطريقه دي نكمل الشكل بتاعنا. طيب انت لو عايز تكمل بالاعلام خد مربع واحد بس زي ما انا عملت كده، وبعد كده هتبدا تكمل بالاعلام في اتجاهات المربع بالكامل علشان يطلع معاك الشكل مظبوط. نبدا ناخد لزق 1 سنتي ونبدا نمشي على العلامات اللي احنا عملناها. شديدة. بعد ما لزقنا هنبدا ناخد دهان من جوتن، ده اللون بتاعنا هتشوفه على الحيطه حالا. ده دهان ربع لامع يا جماعه، تمام، او سلك يعني كما تقول شركه جوتن. هنبدا ندهن يعني لون من الوان الموضه، مش هنعمل الوان غامقه ولا حاجه، بحيث نخلي الكابوتانين اللي احنا هنعمله كانه جزء من الحيطه، مش كانك عامل ورق حائط وشاذ او غريب عن البانو اللي انت عامله. عموما هنفهم ان شاء الله الكلام ده احنا شغالين. طيب انا دهن الدهان من غير تخفيف علشان ما يحصلش اي تهريب تحت اللزق بتاعي. بسم الله. هنبدا ناخد شويه من نفس اللون اللي احنا دهنا منه الحيطه يا جماعه، مش هنكتر يعني، شويه كده صغيرين، هنبدا نغمقهم. ده مركز الوان بني، نحط كده شويه مش كتير برضو، تمام. تشعيره اسود خفيفه. هنبدا يا جماعه نفضل اللون الغامق اللي احنا عملناه في المسدس بتاعنا، وهنبدا يا جماعه نمشي على اللزق. اللزق طبعا ظاهر وقد لا يكون ظاهر في التصوير، بس هنبدا نمشي عليه باللون اللي احنا عملناه اللي هو غامق شويه. هناخد شويه ابيض علشان نعمل اضاءه. طبعا الابيض ده برضه ربع لامع، طول ما بدانا الشغل بربع لامع هنكمل بربع لامع، بدانا بمطفي هنكمل بمطفي. وهنعمل اضاءه يا جماعه في المنطقه دي كده بحيث الشكل يعني يدي بعد ويدي شكل 3D. هنبدا نشيل اللزق.
بعد كده هنوصل لخطوة الفيتك. هنبدأ نشتغل. عندنا هنا فيتك 4 سنتي، تمام. ده اللي هيكون الخارجي بتاعنا. حلو. وعندنا بقى بعد كده فيتك 2 سنتي، ده اللي هيكون الداخلي بتاعنا. خلونا نبدأ. هنثبت يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين على الرسمة اللي احنا عملناها بالشكل ده، ونبدأ ناخد علامة، ونبدأ بالزاوية 45 هناخد علامة كده زي ما حضراتكم شايفين. بعد ما عملنا البانو الخارجي يا جماعه نبدا نعمل بانو داخل البانو. ده بانو اصغر، ده 4 سم. نبدا نعمل 1 2 سم. هنعلم كده 10 سم من هنا، 10 سم من فوق بالشكل ده، وهنا نفس الحكايه برضو. هنبدا يا جماعه نمعجن البانوهات اللي احنا لزقناها الفيتك، نقفل الزوايا دي. وعلشان كده هنبدا نلزق الرسمه بتاعتنا بالشكل ده، علشان ما نبوظهاش بالمعجون يعني والدهانات. هنبدا بالمعجون يا جماعه نقفل الفواصل دي. وهنبدأ نصنفر هنا. ده يا جماعة اللون اللي اشتغلنا بيه في الأول، عملنا أرضية للديكور ده لو فاكرين. هنبدأ ندهن بيه البانوهات برضه بنفس اللون. وبنفس اللون يا جماعه بعد ما خففنا شويه هنبدا ندهن باقي الحيطه. ده الديكور بتاعنا، او عملنا بانو او 2 او 3 ايا يكن، هندهن باقي الحيطه بنفس اللون عشان الديكور يبقى من نفس اللون والحيطه من نفس اللون، عشان نشوف ان شاء الله المنظر او الشكل النهائي هيطلع الفكره اللي انا كنت مخطط لها ولا لا. حانت لحظة الحقيقة، نشيل اللزق ونشوف الشكل النهائي للديكور بتاعنا. بسم الله. كده نكون وصلنا لنهاية الدرس بتاعنا. أتمنى الفيديو يكون عجبكم. استنونا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله. نشوف حضراتكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.